وصلنا لمرحله الامتحانات ومرحله المواد اللي مش بتضاف للمجموع. وبجد يا جماعه انا فاهمه ان يكون الامتحانات لها رهبه، وطبيعي جدا الامتحانات كلها رهبه، ولكن خلي في فرحه كده، جزء من الفرحه ان انت الحمد لله ان شاء الله كده هتخلص من السنه الكئيبه الطويله دي، وخلاص قربت تخلص ان لم تكن يعني خلاص بتشطب كده، وهتخلص من ماده ماده بالتدريج. فخلوا في فرحه بجانب الرهبه دي عشان تهون بس على نفسك شويه. اول حاجه معانا الدين، والدين اكشلي يعني هو معلومات عامه عن الدين بتاعك. في الصوره كانت صوره لقمان، انتوا محتاجين تحفظوا الصوره بس، وكمان ما اعتقدش ان الصوره كلها تبقى مقرره عليكم، ولكن طبعا احفظها كلها فتاخد الثواب. ولكن لو انت مزنوق كده وفي الاخر حاول تشوف بس الجزء المقرر عليك وانك تحفظه. الدين يا جماعه بجد في محاضرات بتنزل للدين طويله جدا، انا انصحكم بجد بلاش عشان ما تضيعوش وقتكم. انا ما اقصدش ان بلاش تسمع للدين طبعا، يعني دي حاجه لوحدها كبيره جدا، ولكن الفكره في الوقت، وقتك هيبقى ضيق في الوقت ده ضيق جدا. فبدل مثلا، مش هقول تضيع وقتك لان الدين يعني انا مش عايزه اقول كده عن الدين، ولكن افهموا قصدي انه مفيش وقت ان احنا انك تتعمق في الدين دلوقتي، تمام؟ فانت احفظ الصوره، وكمان هنزل لكم على التليجرام مذكره في الدين، يعني هنزلها لكم ان شاء الله على التليجرام. وكمان لو في اي مثلا اي مدرس هيديك مذكره او اي حاجه مفيش مشكله، حاول بس تذاكر من اي حاجه وتمشي الامور يعني. انا بالنسبه لي انا شخصيا كزهراء حفظت الصوره وحليت الامتحان من المعلومات العامه بجد والله. فانتوا مثلا عايزين تذاكروا مفيش مشكله خالص، او عايزين تسمعوا فيديو اسمعوا فيديو بس يكون قصير مش طويل. تاني حاجه الاحصاء، وبجد احسن حاجه في الاحصاء ان القوانين بتاعتها موجوده في قلب في قلب البوكلت. يعني مثلا اول صفحه من البوكلت بتاعك هتلاقي قوانين الاحصاء، ودي حاجه بتسهل عليك كتير جدا. انا بقى في الاحصاء جبت قناه يلا نفهم ماث، بس انا كنت جبت بقى ايه، الفيديو المجمع الكامل. وطبعا على فكره المستر هتلاقيه منزل فيديوهات منفصله عن مثلا الوحده الاولى في الاحصاء، الوحده الثانيه، الوحده الثالثه، الوحده الرابعه، وهكذا. انا كنت جبتهم كلهم مره واحده في الفيديو المجمع ده. فطبعا كنت حاسه بستريس كبير جدا. انا كنت ذاكرتها في يوم ساعتين، واليوم اللي بعده ذاكرت اما 4 ساعات او 6 ساعات، والاحصاء كلها خلصت. وجماعه والله دخلت وقفلتها والدنيا كانت زي الفل معايا. بس كنت حاسه بستريس، طبعا كنت حاسه بستريس لان انا كنت ايه، جبت المنهج كله في يوم. فطبعا ده كبير جدا عليا يعني او على اي حد، بس عادي احنا قدها مش مشكله خالص. لو انت زنقت نفسك اعمل زي ما بقول لك كده بالظبط، جيب الفيديو المجمع كله واقعد ذاكر، وفي يوم واحد تقفل تخلص، بس هتكون حاسس بستريس بس مش اكتر. الاقتصاد هسيب لكم مذكره على قناه التليجرام برده فيها اقتصاد ذاكروا منها. انا كنت سمعت فيديو لصلاح او المجد، بس حاسه ان انا ما استفدتش اي حاجه بالنسبه للحل. استفدت بارض الواقع، يعني الاقتصاد استفدت في ارض الواقع، ولكن ما استفدتش اي حاجه، وانا مش كنتش عارفه احل، يعني كنتش عارفه احل. ولكن الموضوع كان ام سي كيو، والام سي كيو يعني الموضوع بيبقى سهل جدا فتقدر انك تهبط فيه عادي. كان الماده مش بتضاف في المجموع، والاقتصاد والاحصاء بيضافوا على بعض، الاثنين بيكملوا بعض في ماده واحده. وانا كنت اصلا مقفله الاحصاء فايه، والاقتصاد حله فيه، الدنيا رفعت جدا. وكمان في اسئله اصلا بتبقى نازله ليله الامتحان يعني ممكن تبقوا تحلوها، بس انا كنت مهملاها شويه، ولكن مفيش مشكله خالص عادي. انا اصلا عامله الفيديو اقول لكم ما تقلقوش اهدوا، الموضوع خدوه بسلاسه جدا. وامتحانات ايه يعني، امتحانات احلها اتفوق فيها عشان ان شاء الله احقق الحلم اللي انا مستنياه بقالي كتير. يعني اتمنى ان انتم تكونوا هديتوا، اتمنى ان اكون خففت عليكم شويه. وبس كده وصلنا اخر بتاعنا النهارده، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. باي باي.